عايزة تعملي أحلى صينية كنافة؟ تعالي شوفي الوصفة دي هتعجبك جدا وهتشرفك إن شاء الله، وهتعتمديها كل سنة، يعني كل رمضان هتعملي الصينية دي. حاجة كده زي ما بيقولوا القنبلة بجد يعني. طعمها خرافة خرافة خرافة. أنا عن نفسي بعملها كل سنة باستمرار. يلا نشوف الوصفة بتاعتنا إيه، بس قبل ما نبدأ رجاء يلا نصلي على حبيبنا المصطفى سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو بتاعنا. بداية بس كده الأول هبتدي إن أنا أعمل شربات الحلويات بتاعنا. هجيب في حلة كده وهضيف معايا كوباية ونص من السكر وعليهم كوباية من المية، وبعد كده هبتدي اضيف عليها عصرة ليمونة كاملة. انا بحب احط عصرة ليمونة كاملة، بتدي طعم جميل جدا والريحة بتاعتها تبقى بصراحة يعني جميلة جميلة يعني. وبعد كده اضيف عندي الفانيليا سواء كانت سكر او الفانيليا اللي هي السائلة، اللي يريحك واللي يعجبك. هبتدي ان انا اقلب كله مع بعضه بالشكل ده. طبعا مش هتدوب في الاول، بس هسيبها على النار وهدي النار عليها كده شوية. هتبتدي تعملي الفقاعات اللي هي خطوط بالشكل ده في القاع، يبقى نعرف على طول ان الشربات بتاعنا ابتدى يتقل وكده تمام وزي الفل. هسيبه بقى لحد لما يبرد شويه. يلا نبدا في الكنافه بتاعتنا. الكنافه بتاعتي دي لازم تكون متلجه في الفريزر، دي بتدي نتيجه اروع وافضل بكتير، احسن ما تبقى لسه الكنافه عندي طريه. دي بتبقى اسهل بكتير عندي. ببتدي ان انا اكسرها بالشكل ده لحد لما اعمل زي فتافيت كده صغيره من الكنافه بتاعتي. لو في بقى اي كتل ولا اي حاجه ابتدي ان انا اشيلها. انتوا تلاحظوا هنا انا خدت نص الكميه، لان الكميه اللي كانت معايا دي كانت عباره عن نص كيلو. يعني انا تقريبا كده اخدت تقريبا ربع كيلو بس من الكنافه. بتبقى خطيره جدا الوصفه دي، بس كملي معايا الفيديو بتاعنا ونشوف تكمله الفيديو هتبقى ايه. بصوا كده خلاص انا ابتديت ان انا فتتها بالشكل ده وبقت معايا كده. اي قطعه بقى حاساها ان هي فيها يعني متجمده كده في بعضها، او عامله كتل كذا واحده لازقه في بعضها، هبتدي ان انا اشيلها لان دي بتبقى مش حلوه ابدا في الصينيه بتاعتنا. يلا هناخد بقى برضو في حله تانية كده وهبتدي اضيف كوبايتين من الحليب بتاعنا. ده الخليط اللي احنا هنضيفه في الكنافه بتاعتنا. وهنا انا ضفت كله بمعيار معلقه كبيره، معلقه كبيره نشا ومعلقه كبيره دقيق، وبعد كده معلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه هنا مهم جدا جدا، هو ده بقى السر اللي بيخلي القوام بتاع الكريمه حلو جدا. مش هتتقل معاكي، مش هتتجمد، لان في ناس كتير قوي بتشتكي من موضوع ان انا لما بعمل الكنافه بتاعتي او احط فيها الحشوه اللي في النص اللي هي بتبقى الكريمه بتتقل وتجمد قوي في النص، بتبقى عامله زي ما تكون مهلبيه بس ناشفه جدا. لا احنا مش عايزينها كده، مش هنوصلها للمرحله دي. انا بقولك على الطريقه دي اللي انا فعلا معتمداها على طول كل سنه وبتطلع معايا في منتهى الجمال. فعشان كده بقولك السر فعلا هي في معلقه الكريم شانتيه دي، بتخلي القوام ممتاز جدا، وده اللي انا هوريلكم دلوقتي حالا وهنشوفه مع بعض. بعد كده انا جبت صينيه المقاس بتاعها 25 وهبتدي ان انا اضيف فيها حاجه بسيطه كده من الزبده، اعمل القاع بتاعها والحواف بتاعه الصينيه ادهنها كويس جدا. وبعد كده هناخد بقى الكنافه بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه دلوقتي حالا. يلا خدنا الكنافه بتاعتنا وهبتدي كده ارش رشه بس بنسب كده متساويه شويه، يعني ما كتلهاش في مكان واحد، اوزع كده بايديا واخد بالي كويس جدا ان كل مكان انا ملياه من الكنافه. بصوا هوصل بقى للحواف برضو بتاعت الصينيه بتاعتي علشان الحشوه اللي انا هضيفها في النص ما تنزلش او تتحرق. كل ما اضيف حبة كل ما اضغط عليها شوية كده عشان تثبت معايا، واشوف كمان ايه المكان اللي انا ما ضفتش فيه الكنافة بتاعتنا. وهبدأ كده بصوابع من قدام ازق الكنافة كده على الاطراف علشان كمان املى الاطراف كلها. ويلا بشوية الزبدة الجميلة دي وهنزل بيها برضو على الكنافة بتاعتنا. بص بقى الخليط اللي احنا عملناه، شايفين القوام بتاعها عاملة ازاي؟ ما شاء الله ممتازة جدا. يلا هنزل بقى على سطح الكنافة بتاعتنا اللي احنا عملناها دي، وهنزل كده واحدة واحدة وامشي كده بيها علشان ابتدي اوزع عليها كلها. بس اخد بالي ما اوصلش للاطراف خالص، اخليها قبل الاطراف بحاجة بسيطة، يعني تقريبا كده تقريبا هنقول مثلا 2 سنتي، يعني ما نقربهاش قوي للحواف يعني عشان ما تتحرقش معانا. انا بنزل الخليط كله دلوقتي وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه. هبدأ بظهر المعلقة بتاعتي وافرد بقى الخليط ده عشان يبقى كله متساوي. بصوا انا نزلته على قد ما اقدر ان انا ما اوصلوش للحواف. هبتدي بقى ان انا اوصل كده حاجة بسيطة جدا بس ما اوصلهاش للاخر. انتوا ملاحظين القوام عامل ازاي معايا وانا بمشي بيها بالمعلقة؟ يعني ما شاء الله طالعة ممتازة جدا.
خلاص انا كده وصلتها كلها. هبتدي بقى انزل بالزبيب بتاعنا. اي نوع مكسرات تحبيه، اللي تحبيه حطيه في الصينيه دي، المكسرات اللي انت تفضليها. بس انا حبيت ان انا اضيف الزبيب بس، وهضيف كمان عليها رشه كده من جوز الهند، بيخلي الريحه بتاعه الصينيه الكنافه دي بتبقى رهيبه جدا. شايفين انا ضفت الزبيب وبعد كده جوز الهند، اوزع كلها بالشكل ده. ويلا هاجي بقى دلوقتي وهاخد الكنافه بتاعتنا وابتدي ارش بالشكل ده، واحده واحده بالراحه جدا عشان ما تكتلش معايا، لان خلاص السطح ده يعني بتاع الكريمه اللي انا ضفتها في النص، من السهل جدا ان هي اي حاجه تضيفيها عليها تلزق عليها على طول. يعني عشان كده بقول لكم ما نكتلش فيها مره واحده الكنافه، نمشي كده ونلف كده بايدينا ونلف كمان الصينيه، هتدينا نسب متساويه جدا معانا. بملى الاول الاطراف بالشكل ده، شايفين الحواف كلها بتاعت الصينيه، ابتدي ان انا املاها بالشكل ده، وهبدأ ارش كمان من فوق لحد لما احس ان خلاص الكريمه بتاعتي اتغطت. بس خدوا بالكم انا ما بضيفش كميه كتيره من الكنافه، حتى كمان في القاعده انا ما ضفتش كميه الكنافه كتيره، يعني يا دوبك بس مجرد ان انا غطيت بس الصينيه بتاعتي، او حسيت ان هي المسافه بس، او الطبقه اللي انا ضفتها مش طبقه عريضه، عشان كل الكنافه كلها مش عايزاها تبقى عريضه معايا، يبقى السمك بتاعها يبقى متوسط. بصوا كده انا مليت كلها السطح بتاعها ومليت كمان الحواف، وتلاحظوا ان انا بدوس بس بخفة جدا بالراحة قوي كده، وبقفل كمان على الاطراف بتاعت الصينية بتاعتنا. محتاجة تاني اضيف عليها رشة كمان لحد لما اغطي كله، احس بقى ان الكريمة اللي في النص مش بتلزق في ايديا، ضغطة كده خفيفة وخلاص خلصنا. ويلا دلوقتي بقى ناخد الزبدة بتاعتنا اللي احنا مسيحينها دي، وهبتدي ارش على الكنافة بتاعتنا من فوق. هاخد برضو الاطراف، واهم حاجه الاطراف بتاعه الصينيه زي ما قلت لكم، اهم حاجه الجزء اللي هو من فوق ده اللي بيظهر بقى، وده اللي لازم يبقى اللون بتاعها يبقى ذهبي، بتديني شكل خطير جدا. كلنا عارفين ان الكنافه بتحمر او اللون بتاعها بيبقى حلو جدا من نسبه الزبده او السمنه اللي انت بتضيفيها عليها من فوق، ده اللي بيتحكم فيها فعلا وبيديكي الشكل الجميل او اللون الجميل بتاعها. كده انا غطيت على قد ما قدرت. ويلا اخدها بقى واضيفها في الفرن بتاعتي في الرف الوسط. طبعا هشغل عليها المروحة، مفيش مروحة خلاص ابتدت الاطراف او الجوانب بتاعها يبقى لونها بني او ذهبي، هبتدي بقى ان انا اطفي عليها من تحت واشغل عليها الشواية من فوق عشان تديني الشكل الجميل ده. بس اثناء ما شغال عليها الشواية لازم اخد بالي كويس جدا، عشان الكنافة من الحاجات اللي هي سهل جدا ان هي ممكن تتحرق، فناخد بالنا كويس جدا، ما بتاخدش وقت، على طول تحت الشوايه سريعا سريعا، وبتكون خدت اللون الدهبي الجميل ده. ونزلت عليها كمان الشربات اهو مره واحده، الشربات بتاعنا بارد والكنافه بتاعتنا سخنه، والفها بالشكل ده. وتعالوا بقى نشوف الجمال والطعامه بتاعتها، لازم اقطعها قدامكم ونشوف شكلها عامل ازاي. هي حاليا يا دوبك بس ان هي ابتدت تدفى معايا، يعني سبتها تهدى حاجه بسيطه عشان عايزه اقطعها كده واوريها لكم شكلها عامل ازاي كمان. شايفين الكريمة بتطلع ازاي من على الجوانب؟ ما شاء الله القوام بتاعها ممتاز جدا. شايفين اللون بتاع سطح الكنافة بتاعتنا، لونها ذهبي كده وشكلها جميل. انا عايزاكم ان انتوا تجربوها، يعني صدقوني من الحاجات اللي هي الجميلة جدا في شهر رمضان، تحفة تحفة، ما اقدرش اقول لكم قد ايه. يعني الحاجة فعلا زي ما بيقولوا تاكلي صوابعك وراها. وانا لازم بقى دلوقتي اشيل السكينة بتاعتي عشان عايزة اوريكم الشكل بتاعها كمان. شايفين شكلها من جوه؟ ما شاء الله الكريمه بتاعتنا مظبوطه جدا. ويلا لازم نقطعها بقى دلوقتي ونشوف شكلها ايه. بصوا كده واخدوا بالكم معايا القطعه عامله ازاي، ما شاء الله من فوق هشه كده الكنافه بتاعتنا، النعكشه بتاعتها من فوق شكلها جميل جدا. بصوا الكريمه لازم افتحها لكم بقى من جوه عشان نشوف كمان التفاصيل بتاعتها. هشيل الطبقه اللي هي من فوق بتاعت الكنافه اللي هي سطح كنافه، وشوفوا الكريمه عامله ازاي ما شاء الله، لا جمدت معايا ولا اي حاجه، القوام بتاعها ممتاز جدا، كانك بتاكلي قشطه من جوه، جميله جميله ما شاء الله.
انا عايزاكم ان انتوا تجربوها، هتبسطكم جدا الوصفه دي. واتمنى اشوفكم تاني في فيديو تاني جديد قريب ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.